السلام عليكم ورحمة الله. جوابا على الأرشيف أو صاحب الأرشيف الجزائري المنقول، طبيب الحيوانات في اللجنة الرابعة، والذي قال بأن سنة 1958 عنده، هو قال لك عنده وثيقة اللي قال لك سيدي هذيك الوثيقة فيها بأن المغرب كيتبرأ من الأقاليم الجنوبية، بأنه كيشهدوا على أنه ليست لهم أي علاقة بالأقاليم الجنوبية. فهاد هو هاد سيخونا ما كيعرفش على ان العالم ديال الثقافه وديال السياسه وديال الادبيات السياسيه والمخطوطات السياسيه والوثائق ديال المستندات السياسيه والمعاهدات وبزاف ديال، يعني كل ما يتعلق بالتوثيق بانه راه كاين قائم في المكتبات الاوروبيه كامله، وجميع الحكومات كتلقى عندها الارشيف ديالها اللي هو موثق. هذا واحد الكتاب ديال واحد عضو في مجلس العموم البريطاني، الغرفة السفلى، كتب كتاب على الصحراء المغربية وعلى التاريخ ديال العرب، في المغرب، والتاريخ ديال الصحراء المغربية والتاريخ اللي دخلوا فيه الأجانب المملكة المغربية في الشمال ديالها وفي الجنوب ديالها وفي الصحراء ديالها. داكور، ها هو الكتاب، باش ما تبقاوش تقولوا هذا راه شي واحد محايد، ان الصراع ديال الصحراء الغربيه، ها هي التاريخ ديالها، تاريخ المنطقه، التاريخ والمقاييس بالمفاهيم الدوليه والمقاييس الدوليه. بون، غادي نشوفوا فيه الكرونولوجيا ديال الاحداث. كرونولوجيا الاحداث كتبين بان المغرب، المغرب اللي نشوف المغرب الحالي، المغرب القديم، المغرب دائما كان اكبر من هاد الخريطه. هذا المغرب. دونك غنشوفوا هنا الكرونولوجيا ديال الاحداث. فالكرونولوجيا ديال الاحداث هانتوما كتقراوها بالانفس ديالكم. هذه هي فيها 18 غير جاو كيهضر، قال لك اسيدي في 1958 السلطان المغربي ما تعرفش الصحراء كاع، ومبرأ هو من الصحراء المغربيه. حنا نقولوا ليه ها انت في 1884، وكما كنا كنقولوا بزاف ديال الفيديوهات، راه هي السنه اللي تخرجت فيها تقسيم المغرب من اسبانيا وفرنسا في المانيا في المؤتمر ديال برلين، وعاد ما رافقه من اجتماعات ماراطونيه في فرنسا وفي اسبانيا والى اخره. قال لك اسيدي، تيقول هذا العضو ديال المجلس العموم البريطاني تيقول لك 1884 اسبانيا اقترحت ولا دارت واحد التدخل غير قانوني، ان إليغال، دارت بحال اللي بغات دير واحد الحمايه غير قانونيه، protectorate an illegal protectorate on the territory of Rio de Oro الداخله. قال لك 1884 اسبانيا قامت بواحد التدخل غير شرعي، وجعلت راسها وجعلت من المنطقه ديال الداخله محميه، جعلتها تحت الحمايه ديالها بطريقه غير شرعيه.
واخا المغرب رد عليهم المغرب في 87 مولاي الحسن الاول عين الشيخ ماء العينين هيز ريبريزونتاتيف هيز شيخ ماء العينين ممثل ديالو في الصحراء. وقتاش كانت هادي يا دومير الكلاب 1887 كينغ حسن وان نايمس عيانا الشيخ ماء العينين ممثل ديالو في الصحراء. 1895 التجارة اللي كانت ما بين المغرب تتوصل حتى $50,000. $50,000 تابعة حتى الاتفاقيات مع بريطانيا. سمعوا، يعني المغرب ما كانش ناعس. المغرب ديك الساعة كانت عنده التجارة ديالو دو تريدينغ بوست سول. كانت القيمة ديال المبادلات التجارية ما بين المغرب وما بين بريطانيا في ذاك الوقت كانت كتوصل حتى $50,000. $50,000 بحال اللي كتقول 50 ولا $500 مليون وزيادة. دابا 1902 ماء العينين استقر في السمارة، حط الخيمة ديالو في السمارة واستقر في السمارة. 1902 وزيد 1912 حتى 56 فرانسيس واسبانيا وديك الهضره راكم عارفينها. بروتكتوريت ان موروكو من 1912 حتى 56 فرنسا واسبانيا بروتكتوريت ان موروكو. ما كاينش اوكيبيشن. فرنسا واسبانيا دخلوا المغرب على شكل هما ديكلارو بان احنا جايين نحميو المغرب. ما شكون اللي قال لهم نجيو حميونا؟ حتى واحد ما عمرو جاب شي حمايه ولا دار شي حاجه. 1956 within a month of Morocco's independence. ملي جرينا على الفرنساويين تكاتبوا معنا على الاستقلال في 56 وهكذا. حنا اللي يهمنا دابا هو هاد التاريخ ديال 1887 ديال مولاي الحسن الاول عينا الشيخ ماء العينين هيز ريبريزنتاتيف ان دو سهارا. وهذه كتفند وكتلوحك دومير وكتلوحك انت والكذوب ديالك وانت والكذوب ديال الكبرانات ديالك. انا نزيدك عاوتاني، صبر شويه، انا نقلب الصفحه وغادي نرجع لك. وهذا واحد الحدث تاريخي. هذا غادي يمشي ماشي الكلب ديال دومير، هذا غادي يمشي للكلب اللي كينبح في اللجنه الرابعه وفي مجلس الامن اللي هو داك عمر ولا بن عمار واش يقولوا ليه. بن عمار تيقول على ان قضيه الصحراء فهي دخلات المجلس ديال لجنه الاستعمار، دخلات 1963، وعلى ان الجزائر هي التي ادخلتها. حنا كنفندوه كنقولوا ليه اجي تقرا معنا هنايا وغتلقى بان 1958 موروكو اند سبين. اسمع الشريف 58 اللي تيقول ما عمر المغرب كانت عنده علاقه بالصحراء. 58 موروكو اند سبين سينيد هاد دي سينترا اجريمنت، يعني واحد الاتفاقيه على ان نهار في 1 افريل على ان طرفايا النواحي ديالها غادي اسبانيا ترفع اليد ديالهم عليهم وتسلمهم للمغرب. ها هي طرفايا الريجن was handed over to Morocco. ها انتم كتشوفوا فيها. واخا انا نزيدك ابن عمار. 1962 موروكو addressed
يعني المغرب ديكلارا، دار واحد اوفيسيال ريكفيست تو دو يونايتد ستيت، دار واحد الشكايه للامم المتحده. اش كتقول شكايه الامم المتحده ديال الى اللجنه ديال ديكولونيزاسيون كوميتي، هي لجنه تصفيه الاستعمار، في جوان ضد الاستعمار الاسباني، في شهر جوان 1962. ابن عمار انت اللي كتقول الجزائر دخلت، الجزائر بوليزاريو هما اللي دخلوها، الجزائر بوليزاريو ديك الساعه مازال ما كاينينش، مازال ما مولودينش، لا نتوما لا هما. هما to enter into negotiation over handing over، يعني ديال رفع اليد على المناطق المحتله ديال الصحراء المغربيه. ها هي حاجه من راسي، to enter into negotiation over handing over the occupied territories، يعني الأراضي المحتلة. هذا المغرب 1962 المغرب راسل في خطاب اوفيسيال ريكفيست، خطاب رسمي إلى الأمم المتحدة، كيطلب فيه من لجنة تصفية الاستعمار باش في شهر يونيو 62 لجنة تصفية الاستعمار باش إسبانيا ترفع اليد ديالها على المناطق المغربية، الأراضي المغربية. وفي 1964 الأمم المتحدة تخاطب إسبانيا وكتقول لها يعني علامات إسبانيا، بدات كتقول إسبانيا باش خصك تهزي يدك على دوك المناطق ديال على الصحراء المغربية. وفي 1960 ديكلاراسيون حول الأراضي المستعمرة ديال إفني وديال الصحراء المغربيه اللي كانت كتسمى الصحراء الاسبانيه. من بعد فاش اسبانيا بداو الناس كيعرفوا على ان اسبانيا الارض هذيك البلاصه راه ماشي ديالها، سماوها الصحراء الغربيه. فهمتيني معرفي كنا. ها هي انتنوغريسل اوفر هاندينغ اوفر اراضي المحتله. في 64 الأمم المتحدة ناشدت إسبانيا باش تخضع لداكشي اللي كيطلبو المغرب. والأمم المتحدة في 1960 ديكلارات على أن الأراضي المحتلة المغربية إفني والصحراء المغربية باش إسبانيا تزيد عليها. في 65 قال لك افريقيا الاسبانيه، افريقيا الغربيه، الاراضي الافريقيه اللي كتوجد فيها اسبانيا داخله فيها افني والصحراء المغربيه، راه ولات كتشكل واحد الموضوع مهم لدى الامم المتحده. ولات الامم المتحده كتهضر عليها تقريبا كل عام، 64 65 66. ها هي 65 عاوتاني قال لك في لا ريزوليسيون ديال 2072 في 65 على الصحراء المغربيه، المغرب كان طالب اسبانيا باش ترحل على الصحراء المغربيه، يعني المغرب دائما كان كيطالب. وفي 69 افني رجعت للمغرب بعد ما كانت رجعت طرفايا في 58، ومن بعد 10 سنين ديال النضال المغرب رجع افني. ها هي فين هي بلاتي؟ ها هي 1969 إفني ووز سيدد، يعني تسلمات للمغرب. ثم مروكو فينكم الهوليزاريو. وفي 73 هاد البوليزاريو ها هي سمعوا ويلي. وفي 1973 هاد البوليزاريو was established in موريتانيا. قال لك يا سيدي هاد البوليزاريو في 73 تأسست. فين كانت 73؟ حنا تنهضروا على الخمسينات والستينات والروينه، هما 73
تاسسوا في موريتانيا، وقال لك وتعزات في وسط تريد ليبيا، ويعني التقومات والدوله زعما تاسات، وكل واحد خدا المهمه ديالو في ليبيا في واحد الوقت ديال القدافي بحضور الجزائر. ها هي الجزائر the first secretary. واخا انا نوريكم واحد التصويره، انا باقي مزايدين معكم. فين كطبيب الحمير؟ نزيدك ولا بارك؟